السلام عليكم، يا صباح الخير وصباح الفل وصباح الهنا، احلى اخوات في الدنيا واحلى عيله في الدنيا. عامل معاكم بقى النهارده كده السلم وهنضفه، علشان بقالي كتير كنا في الشقه التانية وبقالنا كتير بقى ايه ما روقناش السلم ولا نضفناه. بصوا السلم ده بقى حصل فيه معارك المعارك يا اولاد، والله الواحد اما بيشوف الحاجات دي وبيفتكر بيحمد ربنا ان الايام دي عدت والله العظيم. بصوا انا كنت ببقى قاعده فوق كده يا اولاد، واكنس السلم كده ويقعدوا، وكانت بتقعد تقول لي ايه ده بترمي عليا بقى الزبالة، وكانت بتكنس السلم وترمي عليا ومش عارفة ايه. لا بصوا حصل كوارث الكوارث والله يا اولاد. انا لو قعدت اقول لكم انا حصل لي ايه في حياتي وازاي اتخطيت كل المشاكل اللي في حياتي وكل اللي حصل لي، هتقولوا ده زوزة دي جبل والله العظيم. بصوا لا بجد بجد يعني الحمد لله الحمد لله ان احنا قلبنا نضيف وقلبنا ابيض، وبننسى وبنقدر نعيش وبنقدر نتأقلم، بنقدر نعدي الصعوبات. محدش هياخد من الدنيا حاجة والله العظيم يا ولاد. لا بصوا شفت بقى كتير كتير كتير، لو قعدت احكي لكم كده من هنا لبقيت عمري يعني مش هخلص والله. بس فمحدش واخد من الدنيا حاجة والله. لو انا كنت اعرف ان انا هتخطى كل اللي حصل لي ده في حياتي، ما كنتش فكرت ان انا ازعل نفسي ولا ان انا اقهر نفسي علشان حد ما يستاهلش، ولا كنت اخاف على زعل حد، ولا كنت لا عشان لما تكون انت اصلا محترم وتكون انت موجود في بيئة اصلا ما تنتميش ليها، يعني بتتعب ان انت لا انت عارف تبقى زيهم وحش زيهم، ولا انت عارف ان انت تبقى كويس. هيبقوا مستغربينك عشان عارفين ان انت احسن منهم. فبجد فكل واحد بصوا، كل اللي بيمر بحاجة وحشة في حياته يكون عنده يقين في الله ان كل حاجة بأمر ربنا وكله هيعدي. وبدل انت ما عملتش حاجة تغضب ربنا ونيتك سليمة وقلبك نظيف ونيتك صافية، فتكوني على يقين ان كل ده هيعدي، وان شاء الله ان شاء الله ربنا كده هيكبر بخاطرنا جميعا، اللهم امين.